بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ يا رب تكون كويس. النهاردة معادنا مع الماك اكسس كنترول ليست. تعال بس نرجع كده بالذاكرة وافهمك لغاية ما وصلنا للماك اكسس ليست. احنا قلنا ان انا كان عندي ستاندرد اكسس ليست، وان هي كانت عنيفة شوية، ان هي بمنع الهوست كله، انا ماليش دعوه هو رايح فين، انا ليا بالسورس اي بي، فكنت بمنعه انه يعمل اي حاجه. وبقى عندي الاكستندد اكسس ليست، وقلت لك ان هي حاجه كده لابسه بدله وكرافته وبتهتم بالسورس اللي هو حضرتك مين ورايح لفين، اللي هو الديستنيشن، ورايح تعمل ايه، اللي هو البروتوكول والبورت نمبر. بعد كده ظهرت عندي مشكله ان انا كنت بمنع الراجل ده انه يعمل اي حاجه في الشبكه، بس ستيل كان بيقدر يبنج على الراجل ده، لان زي ما اتفقنا الاكسس ليست كانت بتطبق هنا على اللاير 3 انترفيس. وقلت لك ان دي كانت حلها الفي لان اكسس ليست، وفعلا عملنا الفي لان اكسس ليست واتطبقت وزي الفل. بس في اخر الفيديو لو انت شفت الفيديو كامل هتلاقي ان انا الراجل ده لما كان الاي بي بتاعه 172 16 1 دوت 10 وطبقت الاكسس ليست هنا على الفي لان بتاعته، فعلا ما قدرش يبنج على الراجل ده. بس لما غيرت الاي بي ده ل 1 دوت 100 قدر يبنج. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي دي اتش سي بي سيرفر في الشبكه، والجهاز ده بياخد اي بي على حسب بقى انت عامل الليست تايم قد ايه، يعني هل الاي بي بيحصل له رينيو، بيتجدد نفس الاي بي، هل انت بتقول ان كل 24 ساعه الجهاز الكمبيوتر ده ياخد اي بي جديد، ايا كان. فممكن في لحظه من اللحظات الاي بي ده يتغير، بدل ما يكون 1.10 هيجي بكره هيبقى 1.11. فانا اروح داخل بقى على السويتش بتاعي واغير الاكسس ليست، اخليها من 1.10 ل 1.11. يعني كل ما الراجل ده يغير الاي بي بتاعه انا اروح اغير الاكسس ليست؟ مش منطقي، صح؟ فقال لك خلاص، بدل ما تفلتر بالسورس اي بي، طب ما تفلتر بالسورس ماك. قال لك ايه ده؟ ازاي؟ مش احنا اتفقنا ان الباكت بتطلع بسورس اي بي وديستنيشن اي بي؟ السورس اي بي ممكن يتغير، الباكت بتطلع بسورس اي بي، ديستنيشن اي بي، سورس ماك، ديستنيشن ماك. السورس اي بي ممكن يتغير بالدي اتش سي بي، صح؟ بس السورس ماك عمره ما هيتغير، لان الماك ادرس هو يونيك، ما بيتغيرش وما بيتكررش. فقال لك خلاص احنا هنفلتر بالماك ادرس. النهارده اللاب بتاعنا لاب خفيف، لاب ظريف جدا، إيه ان شاء الله يعني تفهموه بسرعه. تعالوا بس كده نسمي الله ونباور اون السويتش ونخش على السويتش بتاعنا. اوكي، واجي هنا اي ان اشوف بس حاجه، شو اي بي انترفيس بريف. اوكي تمام. عشان بس السيز لوج اللي هيظهر ده كل شويه، فهقول له انترفيس اي 0 على 0، هقول له نو سي دي بي انيبل عشان السيز لوج اللي كل شويه يظهر لي ده، فهقول له اكزيت. طيب احنا عاوزين نعمل ايه؟ تعالى، انا عايز الراجل ده ما يبنجش على الراجل ده لاي سبب إن كان بقى. انا ما اعرفش البوليسي اللي هتكون، بس انا مش عاوز الراجل ده يجي جنب الراجل ده. ممكن يكون ده سيرفر في الشركه، ممكن يكون معايا في نفس ال الروم او نفس الديبارتمنت، بس انا مش عاوزه يكلمه لاي سبب ما، بزنس نيد، انا ماليش دعوه. تمام. فانا هاجي على الراجل ده كده، تعالى نتست الاول. هاجي هنا هقول له بينج 4 تمانيات كده الاول، سوري، بينج 4 تمانيات. شوفوا، شايف الانترنت تمام. وهقول له بينج على 172 16 1 دوت 11، قادر يبنج عليه والدنيا زي الفل. طيب تعالى بقى نخش على السويتش بتاعنا وهقول له ايه. مش احنا كنا بنكتب اي بي اكسس ليست؟ لا، انا هنا هكتب ماك اكسس ليست. وخد بالك هنا ما عنديش غير نوع واحد اللي هو الاكستندد. طب ليه؟ بص، هو واخد حته من الاكستندد، واخده حاجه من الستاندرد، واخده ميزه من الستاندرد ان انا لما بقول له ديناي الهوست ده انه يروح للهوست ده، انه مش هيعمل اي حاجه خالص. يعني هي واخده من الستاندرد ان انا بمنع الهوست ده انه ما يعملش اي حاجه، واخده من الاكستندد
اكسس ليست ان انا اقدر احدد سورس وديستنيشن، بس ما اقدرش احدد بروتوكول وبورت نمبر. ليه؟ يا راجل الاجابه في القطعه. بقول لك ماك اكسس ليست انا بفلتر على لاير 2، البورت والبروتوكول والكلام ده كله في لاير 3 ولاير 4. انا بفلتر على لاير 2، على الماك ادرس. انا ما عنديش بورت نمبر، ما عنديش بروتوكول، ما عنديش الكلام ده. اوكي طيب، فاقول له ماك اكسس ليست اكستند وهسميها مثلا دروب. طب انا عاوز اديناي الهوست ده. طب انا اجيب الماك ادرس بتاعه منين؟ سهله، هخش على الجهاز ده واقول له جيت ماك يا راجل، ده انت راجل مهندس. انت مش عندك حاجه اسمها، ثواني، مش انت عندك حاجه اسمها الماك ادرس تيبل؟ مش احنا اتفقنا ان السويتش كلاير 2، كلاير 2 بيعرف الماك ادرس عنده ماك ادرس، الراجل ده اتكلم من هنا، فالراجل ده الماك ادرس بتاعه الباكيت بتاعته اللي طالعه بسورس اي بي وديستنيشن اي بي، سورس ماك ديستنيشن ماك، يمسك في السورس ماك يقول لك ايوه الراجل ده في فيلان رقم كذا، انا ما عنديش غير الديفولت فيلان وواصل على ايثر 0 على 1. فلما الراجل ده رد عليه ايثر 0 على الاثنين قال لك ايوه يبقى الماك ادرس ده واصل على الانترفيس دي. تمام تمام. فانا هقول له ايه؟ ديناي الهوست اللي اسمه على ايثر 0 على 1 ده، اخده كوبي كده، انه يروح للهوست اللي اسمه ده. تمام تمام لغايه كده واسكت. اتفقنا ان في implicit deny، في سطر مكتوب انت مش شايفه اسمه deny any. انا لو كتبت permit any احيانا بيعمل مشاكل. لما انا كتبت permit any بتلاقي الراجل ده برضو ساعات بيقدر يبنج على الراجل ده مع ان مفلتر انه ما يبنجش. فاحنا بنخلص الكلام ده كله في ايه؟ بقول له خلاص permit، مش انت عاوز الراجل ده يطلع على النت، على الانترنت، يعني هيروح يكلم الراوتر، خلاص هقول له permit الهوست ده، سوري، permit الهوست ده كده، نكتب هنا هوست، انه يروح للهوست اللي اسمه الراوتر بتاعي اللي هو ايثر 0 على 0 اللي هو ده، وهقول له ايه؟ انتر. تمام. احنا كده كتبنا الاكسس ليست، ما فعلناش الاكسس ليست. هنزل على انترفيس ايثر 0 على 1 وهقول له ايه؟ سوري، انترفيس اي 0 على 1 وهقول له ماك اكسس جروب. ماك، المره اللي فاتت كنا بنكتب اي بي اكسس جروب، هنا هنكتب ماك اكسس جروب. ماك اكسس جروب في اتجاه ان، وهقول له ماك اكسس جروب اللي اسمها دروب في اتجاه ان. اوكي تعال نشوف الترافيك بتاعنا الجميل بيبنج على الانترنت ولا مش بيبنج على الانترنت. واحده واحده. احنا كتبنا بيرميت الهوست انه يوصل للهوست ده، صح؟ اوكي تاني، بيبقى مكيش بس مش اكتر. ديناي الهوست انه يروح للهوست وبرميت. اوكي تاني، طب نخش على الماك اكسس ليست الاكستند اللي اسمها دروب كده، وهقول له permit host ده اني، ونبنج تاني كده، بيبنج تمام. ونيجي على 172 16 1.11. اوكي هو ده. ريكويست التايم اوت، ريكويست التايم اوت مش هيبنج. كده احنا خلصنا. هو ده الماك اكسس ليست. خد بالك الماك اكسس ليست يعني مش عملية قوي، يعني هي مش عملية قوي، هي عملية في نطاق
الشبكة الصغيرة. لان انت زي ما شفت انا لازم امسك الهوست ده اللي هو الماك ادرس بتاعه كذا، واقول له روح للماك ده، واقول له روح للماك ده، وما تروحش للماك ده هي مش عملية قوي. تمام. آه الفيديو الجاي بقى هوريك حاجة اسمها الريفلكسيف اكسس ليست. ايه هو الريفلكسيف اكسس ليست؟ هديك هنت بسيط. الريفلكسيف اكسس ليست ان انا بسمح بترافيك معين يجيني لما انا ابداه. يعني انت ما تجيش تقول لي السلام عليكم غير لما انا اقول لك السلام عليكم. يعني لما انا اجي اقول لك ازيك ترد تقول لي الحمد لله. غير كده انت مش مسموح لك تكلمني. تمام. ده هيكون الفيديو الجاي ان شاء الله. النهارده الفيديو كان خفيف وبسيط جدا، ما كانش فيه اي مشكله. واخيرا وليس اخرا، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. ذاكر كويس، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.